اهلا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. اليوم غادي نبداو نشرتنا معكم مدينه اكادير اللي كتعيش تطور مهم وغير عادي يقدر يقلب الامور في القطاع الصحي كامل. القضيه بدات ملي خرج الدكتور الفارسي الطبيب المعروف في المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير بتصريحات قويه في حسابه على الانستغرام. هذا الطبيب وجه تهديد مباشر لوزير الصحه امين تهراوي باللي غادي يفتح المسرحيه الكبيره اللي كاينه في قطاع الصحه. الدكتور الفارسي عطى مهله قصيره بزاف، حددها في 72 ساعه فقط للوزاره باش تحرك قبل ما يكشف كل شيء للراي العام. دوزو دابا التفاصيل ديال هذا التهديد الاولى. حديث الخاص بالعام في اكادير. الدكتور الفارسي كان واضح بزاف في التهديد ديالو، قال بالحرف بإلا ما طردش الاعتبار لطاقم قاعه العمليات اللي تم التوقيف ديالهم غادي تكشف الحقيقه الكامله للراي العام. المطلب الرئيسي هو يرجعوا الاطباء والتقنيه اللي توقفوا من قاعه العمليات واللي اعتبر الطبيب توقيفهم ظلم في حقهم. الدكتور الفارسي اكد في جميع المنشورات ديالو باللي داكشي اللي واقع دابا ماشي صدفه ولكن هو فصل من مسرحيه معده سلفا. اشار الفارسي باللي راه مستعد باش يلوح وثائق ومعطيات خطيره للراي العام المغربي الى الوزاره ما دخلت تصحح هذا الوضع. وزاره الصحه مازال ما خرجتش بتوضيح رسمي على هذه الاسباب التوقيفات المؤقته اللي ضربات عدد من الاطباء في مستشفى الحسن الثاني باكادير. هذا السكوت هو اللي زاد الشكوك. المتتبعين كيشوفوا باللي هذا التصعيد من الدكتور الفارسي يقدر يكون هو البدايه ديال ازمه جديده بين الاطر الصحيه والوزاره في واحد الوقت اللي القطاع الصحي محتاج فيه الاستقرار والاصلاح. وفي نهايه هذا التقرير كلشي كيتسنى شنو غادي يكون الرد ديال وزير الصحه، واش غادي يجاوب ولا لا، وشنو غادي يوقع ملي تسالي المهله ديال 72 ساعه اللي حط الطبيب. هذه القضيه كتعني كاع المغاربه وكطرح اسئله كبيره على واش كاين شي تلاعبات في المستشفيات ولا غير سوء تفاهم كبير وصل لهذا المستوى ديال التهديد. غادي نتبعوا معكم كل جديد في هذا الملف، وهنا وصلنا لنهايه العدد. دمتم في امان الله والى اللقاء.